السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا الفيديو كده يا جماعة وشوفوا الفرق بين الاسبريسو والقهوة التركي معانا. يلا بينا نشوف الفيديو. هنعمل قهوة تركي وقهوة اسبريسو ونعرف الفرق ما بين الاتنين في شكل البودر. دي القهوة التركي طبعا، والاسبريسو ده هنطحنه علشان هنعمل على الموكا بوت. طبعا حضراتكم عارفين الموكا بوت. الموكا بوت ده اللي هو اول اختراع في التاريخ للاسبريسو او القهوة اللي هي الايه المعصورة. بيطلع من هنا طبعا القهوة. هنشوف كل ده في الفيديو ان شاء الله معانا. ودي الكنكه هنعمل فيها قهوه تركي وهنعرف الفرق ما بين كل ده وده. يلا بينا نروح نعمل القهوه التركي والقهوه الاسبريسو وهنظبط كده المطحنه علشان تعمل لنا البن خشن شويه للاسبريسو. وكده هنطحن الحبوب دي علشان نعملها اسبريسو على موكا بوت. هتبقى طحنه خشنه، هنشوفها بعد ما تنطحن. ده طبعا البن الاسبريسو، وممكن نقربه من الكاميرا كده علشان نشوف درجة الطحن بتاعته والفرق ما بينها وما بين البن التركي. بتبقى خشنة شوية. حاول تبعد الكاميرا كده شوية، واخد بالك علشان ايه، ونقرب من ده ونشوف ده تركي طبعا، عامل زي البودر زي البودرة. الاسبريسو بيبقى خشن شوية. هناخد الاسبريسو طيب ونحط هنا. طبعا احنا بالنسبه للاسبريسو بناخد البن بتاعنا نحطه هنا في الباسكت ده، ونقوم مسوينه كده بالشكل ده عشان ايه يكون مساوي معانا. طبعا احنا قلنا بقى درجه الطحن بتاعت الموكا بوت ده مختلفه عن درجه الطحن بتاعت مكنه الاسبريسو، والانعم منهم كلهم اللي هو القهوه التركي. تمام، عشان الناس يبقى عندها خلفيه. عشان في ناس بتحط البن التركي ده يا جماعه، بيحط البن التركي ده في الموكا بوت ده يا جماعه. ما ينفعش، ده ما ينفعش. بيطلع وبعدين يقولوا الموكا بوت ده ما بيعملش القهوه كويسه. ما هو علشان انت حاطط له قهوه تركي او بن تركي، ما ينفعش فيه خالص. يعني لازم يكون البن بتاعه خشن كده. تمام، دي هتتحط كده طبعا، بس هنحط ميتنا الاول. بس هنوريكم الاول الايه البن التركي. البن التركي يا جماعه بناخد علشان نعمل كوبايه قهوه كويسه ومظبوطه، هناخد معلقتين بن كده من البن التركي. تمام، وهنحط عليهم ميه. تمام، هنحط نص الكنكه ايا كان الكنكه بتاعتنا. في ناس بتعمل الكنكه اللي هي الصغيره، نحط نص الكميه ميه بس، ما نملاش قوي علشان ما تكبش مننا واحنا بنقلب البن. وما نحطش سكر ولا حاجه دلوقتي علشان تبقى الدنيا ايه، يعني ما تبقاش الكنكه مليانه ميه. ونقلبها كده لحد ما البن يدوب معانا على الميه البارده كده بالمنظر ده. اول ما البن يدوب معانا هنحط السكر بتاعنا، وبعدين نكمل الميه، وبعدين نقلب ونحط على النار. تمام كده البن داب معانا اهو. هنحط السكر بتاعنا. طبعا احنا عارفين ان المظبوط معلقه والزياده معلقتين. وهنحاول بقى نزود الميه. بالنسبه للموكا بوت يا جماعه، الاسبريسو اللي على الموكا بوت بنحط ميه سخنه في الجزء اللي تحت ده علشان تنجز معانا الايه المهمه على طول. يعني علشان ما نقعدش نستنى الميه دي كلها تغلي. هنخليها لحد الفلتر ده كده. دي الميه السخنه بتاعتنا. تمام، وممكن ان احنا الايه ممكن ان احنا نخف شويه. نحط الباسكت بتاعنا. هناخد ده على النار، وهندي بقى القهوه التركي كده تقليبه. احنا بنعمل لحضراتكم القهوه التركي مع الاسبريسو الاتنين مع بعض في وقت واحد علشان يبان الفرق اكتر. دي طبعا هتبقى بوش، هوري لحضراتكم الوش بتاعها. ودي هتبقى طبعا هتطلع الوش بتاعها بيبقى ضعيف، بيبقى السكريمه مش زي ده الوش بتاعها بيبقى تفل، اللي هو البن نفسه بيبقى في الوش. لكن ده لو عمل وش بيعمل وش كريمي. وده طبعا الاسبريسو زي ما حضراتكم شايفين كده. ده طبعا الميه اللي احنا حطيناها تحت بتاخد بقى العصاره بتاعه البن اللي هو في الباسكت اللي في النص،
وبعدين علشان تطلعها بالمنظر ده يطلع لنا ده شكل الاسبريسو يا جماعه. ده شكل الاسبريسو على الموك بوت، اول اختراع في التاريخ عمل اسبريسو. كده يعتبر خلاص. يلا بينا عشان ما ينفخش علينا. تعالى. وده الاسبريسو يا جماعه عشان نصب الاسبريسو. طبعا الناس اللي عايزه تاخد كريمه من الموكا بوت، الموكا بوت ما بيعملش كريمه. يعني الموكا بوت بيعمل شويه قهوه قويه جدا. القهوه بتاعه الموكا بوت قويه جدا يا جماعه. انا عايز اقول لكم اللي بيدوقها تبقى قويه، مفعولها قوي جدا معاه، وبس ما بتعملش كريمه زي المكنه اللي هي الكهرباء او الماشين. بس قوي جدا، يعتبر اقوى يعني في المفعول بتاعه، اقوى من مكنه الاسبريسو، لا الاسبريسو ماشين. وطبعا احنا في انتظار برضو دلوقتي القهوه التركي لسه بتطلع معانا. طبعا الموكا بوت طلع الاول علشان هو كنا حاطين في ميه سخنه، فالميه السخنه كانت سريعه في الغليان، لكن دي طبعا كانت كلها ميه بارده متاخره شويه. واخد بالك انت؟ فدي القهوه شكلها وهي بتطلع. يلا بينا. قهوه الترك يا جماعه حاجه زي الفل. ودي القهوه التركي ونصبها من على النار على طول. حاجه زي الفل. وده كان شكل القهوه التركي. والقهوه الاسبريسو اللي احنا شفناهم اللي هو ده، دي تركي ودي اسبريسو، دي على الموكا بوت ودي في الكنكه. ونبقى نعمل لحضراتكم قهوه تركي تانية ان شاء الله. استنونا ان شاء الله في فيديوهات جايه، وتابعونا واعملوا اشتراك في القناه ولايك للفيديو لو عجبكم ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله.